احنا الآن توقيتنا يوم الثلاثاء الساعة تقريبا 2:30 ظهرا بتوقيت إيران، قبل تدريب نادي الهلال اللي يسبق المباراة بحوالي ساعة ونص أو ساعتين. اكتشفنا اكتشاف لا أدري، راح نحكم عليه بعدين إذا كان خطير أو لا. الموية طبعا كان عليها ملصق لشركة مصنعة، احنا شلنا الشركة عشان ما نعمل لها نوع من الدعاية، بالرغم ان الدعاية غير جيدة، لكن اكتشفنا شغلة مهمة جدا، انه تتواجد في ثلاجات جميع لاعبين وجميع اللي ساكنين في بعثة، من ضمنها حتى احنا مصور مؤيد وانا وابو فهد مصور الزعيم، يعني جميع لاعبين نادي الهلال. هذا النوع من الموية اللي تم اكتشاف انه يوضع في الثلاجة الواحدة 6 قوارير موية، تقريبا 2 منها سليمة، اللي هي مثلا الانواع هذه اللي حطينا الانواع السليمة هذه، لاحظ هذا نوع سليم بالكامل. لكن ايش المشكلة هنا؟ هذه اخذنا منها عينات من غرفتين تقريبا. المشكلة هنا ان فيها فتحات من فوق، هذا يعني انها مستخدمة من قبل او انها معبأة باي شيء. لاحظ معي عزيزي المشاهد، هذه وجدناها في جميع الثلاجات الخاصة بغرف اللاعبين. دليل؟ هل هو دليل؟ هل هو مش دليل؟ طبعا احنا بدورنا مع إدارة نادي الهلال راح ناخذ أقل شيء عينة أو عينتين، توضع في الشنط بشكل طبيعي وكأنه موية معنا، وراح تؤخذ إلى مطار معنا في الطيران الخاص، وراح نتوجه بها إلى الرياض، وإن شاء الله تعالى أنه راح نعمل لها تحاليل لازمة. يعني خلل التصنيع لا يمكن أن يكون في أكثر من 20 إلى 30 قارورة. كنا نتوقع أنه في خلل تصنيع، لكن تفاجأنا أنه منتشر بشكل قوي جدا في جميع الغرف. كل غرفة أقل شيء تجد 5 قوارير مثل هذا النوع اللي عرضناه معكم، اللي هو مفتوح ومخروم من الأعلى.